تجيب أصوات. الذي يريد أن يستثمر هذه القضية انتخابيا وسعى إلى هذا الشحن الطائفي. قلت ببداية هذه الحلقة لا يمثلون إلا 10 إلى 15%، وسيكتشف المتظاهرون أصواتهم عالية. أي، ولكن سيكتشف المتظاهرون من أبناء الشعب العراقي أن هؤلاء اليوم هم الذين مرروا قانون المساءلة والعدالة، وهم الذين مرروا قانون مكافحة الإرهاب، وهم الذين وقفوا. تحكي على النواب العراقية. اي نعم، نعم، جزء يعني من النواب العراقية في تلك المرحلة الدورة السابقة. مضبوط، يعني كان الأولى بالمتظاهرين أن يطلعون يسقطون نوابهم اللي نعم. اللي خانوهم. ولذلك سنجلب محاضر مجلس الوزراء في تلك الدورة ليطلع أبناء الشعب العراقي المتظاهرين من الذي مرر قانون المساءلة والعدالة، جيد، ومن وقف بالضد من عنده، ومن مرر قانون مكافحة الإرهاب، ومن وقف بالضد في هذه الدورة أمام تشريع قانون العفو العام. ايش منتظرين؟ والله احنا قلتها أكثر من مرة، يعني قانون العفو العام. إذا اسمحت لي طلعون المحاضر. إيه، أنا سويت طلب رسمي، طلعوا المحاضر، سويت طلب رسمي لجلب هاي المحاضر حتى أحكي لك على قانون العفو العام. نبيل قانون العفو العام، دولة القانون عندها موقف، تقول لك ما أريد قانون عفو. زين، ما أريد قانون عفو. زين، احنا بقانون العفو نحتاج أغلبية النصاب. زين، يعني النصاب إذا صار 163 أغلبية النصاب يحضر. زين، كافي لتمرير قانون العفو. في الجلسة التي قبل العيد الأخير انسحبوا أعضاء دولة القانون. اختل النصاب، كان قانون العفو على التصويت، اختل النصاب داخل القاعة. ايش قد اختل النصاب؟ ب 17. زين، ايش قد حضور العراقية من مجموع 101؟ 48. يعني انتم يعني 48 تخيل، يعني 48 من مجموع 101. حيدر الملا يعني عمليا العراقية هي التي تجهض مشاريعكم. لا ليش لا اقصد هذا التيار. يعني اذا اسمحت لي حتى اكمل لك بس اذا اسمح لي على قدر فهمي. نعم. يعني كنتوا حاضرين 48 واحد من مجموع 101. من مجموع 101، يعني فقط لو موجودين بعد 20 نائب من العراقية كان مررنا قانون العفو خلص. لكن هذا الخط الاسلامي كان كله بالحج، كله دا يروح. يعني ارد اشوف ما تحكي بيا شريعة، ما تحكي وتريحني. الذهاب لبيت الله مع جل احترامي وتقديري لبيت الله الحرام ولتأدية مناسك الحج، ولكن تحقيق مصالح الناس متقدم حتى إلى الذهاب للحج في بيت الله. يعني أنا أتمنى الآن المتظاهرين بالأنبار وبصلاح الدين وبالموصل يسمعون تحديدا هذا الذي تتفضل به من بين كم الضجيج الهائل، أنه نوابكم أنتم مقصرين. نعم، أقولها بكل صراحة، هذا الخط اللي اليوم يحاول أن يوظف الأزمة الحقيقية تحت عنوان طائفي تحقيقا لمكاسب انتخابية، سبق وأن تاجر بدماء العراقيين، واليوم يحاول من جديد أن يتاجر. ولذلك أنا قلت لك متفائل، الشعب العراقي ما عاد ينطلي عليه، ما عاد ينطلي لأنه دفع دم. شوف احكي لك اياها، شنو اللي مأخركم عن فضح هؤلاء؟ راح احكي لك اياها حيدر الملا. انت تبحث عن الصراحة وانا اتكلم بصراحة. شوف نبيل، ثق بالله العظيم، كل الطبقة السياسية راح اعيدها المرة الثالثة، كل الطبقة السياسية وانا في مقدمتهم، كنا مرتبين وضعنا ووضع عوائلنا، واذا صار دم بالشارع ابن الخايبة راح يدفع الثمن، ماكو من الطبقة السياسية راح يدفع ثمن. بس هذا الانصاف يخلينا نقول هذا الكلام. زين، حتى يعرفون الناس اللي دي صعد طائفيا من كلا الطرفين هو عبارة عن تاجر دم. زين، وتاجر الدم نموذج طلع عندنا بالعراق لأنه أمر من تجار الحروب وتجار الأسلحة. طيب.